النقد، الفشل، الرفض. أكتر 3 معاني مؤلمة محدش يتمنى إن هو يعيشهم خالص. النهاردة هقولك إزاي نقدر نتقبل ال3 معاني دول في حياتنا. النقد هنتقبله ونعرف نستفيد منه لو بس فهمنا إن الشخص اللي بينتقدك ده بينتقدك من وجهة نظره هو، من منطلق مبادئه وقيمه وتربيته ونشأته هو. فلما حد يوجه لك نقد ما تحاوليش تقفي عنده كتير وتقعدي بقى تفكري يا ترى يقصد ايه وايه اللي ورا كلامه، وتبداي تهدري طاقتك وتستنزفي طاقتك في حاجه مش هتفيدك. ببساطه انت ممكن تتصرفي مع النقد من خلال ان انت تحددي الاول مين اللي بيوجه ليك النقد. لو انت عارفه ان الشخص اللي بينتقدك ده شخص ثقه وبيحبك، يبقى هنا محتاجه تفكري وتركزي في كلامه وتعملي له اعاده تقييم. ربما يكون كلامه فيه نوع من انواع النصح وهيفيدك. طب لو الشخص معرفوش او حد عارفه ان هو بيغير مني، يبقى ما تقفيش كتير عند النقد وتعلمي ازاي تتجاهلي النقد اللي بيكون من نوعيه انه فقط بينتقدك عشان يقلل منك ويهدر من طاقتك، ويحاول بس يثبت للناس ان هو صح وان انت غلط. تاني معنى، الفشل. خساره شيء كنت بتمنى ان انا اعمله، وبعد تعبي ومجهودي ده كله فشلت. هتتقبلي الفشل لما تفهمي ان هو زيه زي اي تجارب حياتية تانية ممكن نعدي بيها، وان هو مش وصمة عار ولا حاجة تخجلي منها. فلو انت مريتي بتجربة فشل فعلا، كل اللي محتاجة تعمليه هو اعادة تقييم للتجربة، وتدوري على الاسباب الحقيقية اللي خلتك تفشلي، وتجاوزي الفشل ده بان انت تتقبلي مشاعر الحزن والخذلان الناتجة عن الفشل، وما تهربيش منها ولا تبيني ان انت خلاص بقى مش زعلانة ولا متأثرة، لان انت من حقك تاخدي وقتك في الحزن وفي المشاعر المؤلمة. خدي بريك واعملي اي حاجة بتحبيها، اتعلمي من التجربة وارجعي ابدأي من جديد. معنى الرفض، انا اترفض، انا ما اتحبش، طب ليه؟ نهدى كده ونبدأ نتقبل الرفض لما نفهم ونقتنع ان مش كل الناس لازم تحبني وتتقبلني. ونفتكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هي بتكون كيمياء بتحصل بيننا وبين الناس. فسبحان الله، بعد ما نتعرف على حد تقولي أنا حبيته قوي أو حبيتها قوي، وتحسيها كده شبهنا وطبيعية. والعكس صحيح، أوقات بنشوف حد ونقول سبحان الله ما ارتحتلوش، مش عارفة ليه، مش قادرة أتقبله أو أشوفه أو أسمع صوته. طيب، نقاط بسيطة تخليني أتقبل إن أنا ممكن أترفض عادي. أول حاجة إن أنتي أصلا تكوني متقبلة نفسك بكل حاجة فيها. صدقيني ده هيعوضك على فكرة الرفض اللي ممكن تحصل لك من بعض الناس. تاني حاجة، اتحرري من فكرة الكثرة. يعني مش لازم يكون كل الجروب اللي معايا من صحباتي بيحبوني، وإن أنا لازم أكون قريبة من الكل وعارفة أخبار الكل. لا، عادي جدا، أنا ممكن أكتفي باتنين تلاتة أو حتى واحدة أنا مرتاحة ليها كصديقة. دايما حطي نية في اللي بتعمليه، لأن نيتك دي ربنا وحده بس هو اللي مطلع عليها. فمهما كان اللي حواليكي رفضوا حاجة معينة انتي عملتيها أو قللوا منها، خليكي متأكدة أن رب العالمين شايف وعارف نيتك فهيعوضك خير. النقد، الفشل، والرفض دول أكتر 3 معاني حقيقي بيزودوا من صلابتنا النفسية، فاوعي تخافي منهم أو تتجنبيهم. شيري الفيديو ده مع أكتر حد عارفة أن ال3 معاني دول عاملين له قلق في حياته.